السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب كلكم تبقوا بخير وانتوا بتشوفوني النهارده. فيديو النهارده هنعمل كيكة شوكولاتة باللبن الرايب. كيكة جميلة قوي على صوص شوكولاتة حلو كتير. معايا في الخلاط. ممكن تستعملوا الخلاط وممكن تعملوها بالمضرب اليدوي. بس الخلاط هيديها قوام أنعم. معايا 4 بيضات، وهاحط معلقة خل، وهاحط ورقة فانيليا، وهاحط كوباية ونص من السكر. انا بعاير كل المقادير بالمج بتاع الشاي. وهاحط نص كوباية من الزيت، ممكن تحطوا كوباية الا ربع. وهاحط كوباية من اللبن الرايب. هحط كل المقادير بقى مع بعض واضربهم كويس في الخلاط زي ما قلتلكم. ممكن تعملوها يعني بالمضرب اليدوي من غير ما تضربوها في الخلاط. كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقة من البيكنج صودا، معلقة من البيكنج باودر، وعليهم معلقتين كاكاو، وربع معلقة من الملح. بنقلب بقى كل المكونات مع بعض قبل ما احط عليهم الخليط السائل. انا بحب استعمل كاكاو دريم. انتوا ممكن تجيبوا كاكاو دريم وتجيبوا كاكاو خام اسباني، تحطوا من الكاكاو دريم وتحطوا ربع معلقة او معلقة من كاكاو اسباني يدينا اللون الغامق. انا ما كانش عندي كاكاو اسباني. ده كيس كابتشينو لو عندنا. عايزين تستغنوا عن الخطوة دي، ممكن عايزين تحطوا نسكافيه اللي هو حبيبات ينفع، يا اما ده او ده. بقلب كل المكونات الجافة مع بعض كويس جدا، واحط المكونات السايلة على المكونات الجافة وبقلب. ما ينفعش نعمل العكس، يعني ما ينفعش مثلا الخلاط شغال واقوم حاطة فيه المكونات الجافة. لا، لازم المكونات السايلة احطها على المكونات الجافة واقلب كويس. ممكن لو مش عايزين تستعملوا اللي هو الكاكاو الفاتح، هنجيب كاكاو خام اسباني. اقل كمية منه بيخلي عجينة الكيك لونها وطعمها كويس. بقلب بقى كل المكونات مع بعض كويس. كان طعمها خرافة والله. كيكة كان طعمها جميل جدا. واستغلت فيها اللبن الرايب دي نص كوباية من الماء المغلية. وكان عندي دقيق كده، كنت شارية كيلو ب16 جنيه. انا كنت خايفة من الدقيق دون يعني يكون نوع الدقيق مش حلو فيه. ساعات بيبقى فيه دقيق كده رخيص وخفيف، يعني ما بيخليش الكيكة تنجح، بيبوظ ساعات المقادير. كنت خايفة منه جدا. لا، الكيكة ارتفعت جدا فوق توقعاتي. ملت الصينية على الآخر. حتى انا ما زودتش في الزيت وفي المية السخنة. خفت من الدقيق يكون نوعه مش كويس. هو كان دقيق سايب، وبصراحة الدقيقة كانت جميلة. الكيكة كانت جميلة جدا. دي الصينية اللي هو الطقم المستطيل اللي عندنا. دي الصينية الوسطانية. حطيت في الصينية دي ورقة زبدة وصبيت فيه الخليط. هحطه على فرن أوسط على درجة حرارة 180، يعني أعلى من الوسط بحاجة بسيطة.
اعلى من الهادي بحاجة بسيطة، على نار وسط. انا لو اعرف ان الكيكة هترتفع جدا كده كنت حطيتها في الصينية الاكبر، عشان لسه كنت هعمل لها صوص. هي خدت معايا 40 دقيقة بالظبط في الفرن على درجة حرارة 180 رف أوسط. على فكرة عالية جدا، يعني كان فاضل حاجة بسيطة. حتى أنا بعد ما طلعتها من الفرن احترت يا ترى أعمل لها صوص ولا ما أعملش، بس أنا قلت هعمل ومش هعمل مقدار كتير. فعملت دي معلقة من الدقيق ومعلقة من النشا وورقة فانيليا ومعلقتين من الكاكاو الخام اللي هو الغير محلى. واحط بقلب المقادير الجافة كلها مع بعض، ومعلقتين سكر. معلقتين من الكاكاو الخام غير محلى. هقلب كل المكونات الجافة مع بعض الأول كويس. وهحط عليهم كوبايتين من اللبن الساقع. هحطهم بقى على النار لحد ما كل المكونات تغلي مع بعض. بقلبهم مع بعض الأول كده على البارد، وبعدين هحطهم على البوتاجاز، وهم على البوتاجاز أفضل أقلب فيهم عشان النشا والدقيق ما يلزقش فيه قاع الحلة. اقلب 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 لحد ما الكاكاو يدوب والسكر والدقيق زي ما احنا شايفين كده. كل المكونات دابت مع بعض، ما عادش فيه اي كتل ولا اي حاجة. دي شكل الكيكة طبعا بعد ما طلعت. خدت 40 دقيقة. هي على فكرة سخنة، والصوص الشوكولاتة سخن. انا هصب عليه يعني هو انا نزلته من على البوتاجاز يا دوب يطلع البخار اللي فيه. انا مش هسيبه يبرد عشان ما يعمليش قشرة. ما ينفعش الصوص ده اسيبه يبرد على جنب وارجع احطه على الكيكة، لا يعني يا دوب يطلع البخار كده. ممكن احطه دافي، يعني ممكن اسيبه يبرد دقايق كده، وهرجع احطه وهو دافي. انما مش هسيبه يبرد لوحده، لا لازم يكون فوق ال- الكيكة. هصبه بقى وهسخن كده. بنساوي الصوص، وبنملى بيه الفراغات الكيكة كلها. بصراحة الكيكة كانت جميلة جدا، والصوص دون يعني ده اضافة حلوة. كل ما بتبقى المكونات ذات جودة عالية بتطلع الحاجة حلوة، وبالذات الكاكاو والحاجات دي يعني بتفرق في الحلويات. بعد ما سويت بقى الصوص عليها في كل حتة. عايزين تضيفوا اي حاجة توبنج على الوش، ممكن تحطوا مانجا قطع، ممكن تحطوا فراولة لو انتوا بتحبوا تكسروا حلاوة الحاجة بحاجات يعني مالحة شوية. ممكن تحطوا فاكهة زي دي. انا زينتها فورماسيل. ده كان عندي فورماسيل شوكولاتة.
أنا كان ممكن أسيبها سادة بس هو كان عندي فقلت أزود على الكيكة. هقطعها بقى زي الجاتو كده. قسمت الصينية من النص كده بالطول، وقلت هقطع القطع بالطول كده بالعرض بحيث تبقى القطعة طويلة زي الجاتوه بالظبط. براحتكوا بقى، عايزين تقطعوها مربعات، تقطعوها قطع صغيرة سواريهات كده زي ما انتوا عايزين، بس انا بحب الشكل ده زي الجاتوه كده. انا عملت وصفات كتير من كيكة الشوكولاتة وكلها ناجحة وكلها كويسة، لو عايزين تشوفوا اي وصفة على قناتي. عملت كيكات شوكولاتة كتير، وعملت كب كيك شوكولاتة، وعملت الفادج، وعملت فممكن تقلبوا كده في القناة، وممكن تلاقوا وصفات تانية للشوكولاتة يعني هتعجبكم. وعملت كبات النوتيلا، بطلع حتة كده بوسع وبطلع منها. زي ما احنا شايفين كده الكيكة اسفنجية وهشة ومليانة فراغات والصوص عليها جميل اوي واداها طعم. والصوص متماسك مش سايل، عاملة زي قطعة الجاتوه بالظبط، اكننا عاملين جاتوه وعلى التوبينج فوقه. وعلى فكرة ممكن تعملوها على هيئة يعني ممكن تعملوها في صينية مدورة على هيئة تورتة وتتقطع مثلثات، هتبقى جميلة برضو. شايفين الارتفاع الكيكة ارتفاعها عالي. بس التزموا بالمقادير وهتنجح معاكم الوصفة. هي مش كيكة بالشوكولاتة بس، زي ما قلتلكم ممكن تنفع كجاتو أو ممكن تعملوها تورتة بسيطة جدا. بعد كده عملت مسقعة في نفس اليوم اللي عملت فيه المسقعة، عملت فيه كيكة الشوكولاتة. طبعا لما بنعمل حاجات قرداحي لازم يكون جنبها حاجة تسندها، مثلا عصير حاجة حلويات. فأنا في اليوم ده عملت كيكة الشوكولاتة. ده بتنجان رومي، بقطعه شرايح كده رفيعة. أنا هعمله بطريقة في الفرن بطريقة يعني هنرشه زيت وهنحطه في الصينية وهحطه في الفرن، يعني مش هنقليه في الزيت على البوتاجاز، يعني يعتبر هنشويه في الفرن بس شرايح كده. طبعا الناس اللي عندها القلاية الهوائية هترصه في القلاية وهتبخ عليه الزيت وخلاص. احنا بقى ممكن نعمله في الفرن بتقوم بنفس دور القلاية الهوائية. دي أكلة بقى تنفع ممكن في آخر الشهر كده لو ما عندناش زيت، أو لو مش عايزين نقليه في زيت برضو، عشان ساعات احنا بنتعب من الحاجات المقلية. فمنها هنديله يعني هنديله تسوية في الفرن، وكمان هتزود له الطعم.
انا كنت عايزة اتكلم ان احنا مثلا لو في يوم عملنا حاجات مثلا ايه، آه، يعني من غير لحمة او فراخ. ممكن نسند اليوم بقى بحاجات تانية زي حلويات، نعمل حاجة حلوة او بعصير او بفاكهة. دي الصاج بتاع الفرن دهنته مسحة من الزيت. بالفرشة، وبعدين هرص عليه البتنجان. البتنجان اللي هحطه هحط عليه كمان مسحة من الزيت، يعني الصاج هيبقى مدهون زيت وفوقه زيت. برص بقى البتنجان كده جنب بعض. الفلفل كمان حطيته معاه، يعني عندنا قرون فلفل يبقى احسن، بيبقى جميل مع المسقعة، اللي هي القرون الشطة، مش قرون الفلفل، قرون الشطة الطويلة ديت بتبقى جميلة أوي مع المسقعة، وكتروا منها شوية كده، حبة 5 6 كده حلوين. مع المسقعة بتفرق في طعمها جدا. ما كانش عندي بقى اللي هي قرون الشطة، فقطعت فلفل وحطيته كمان في الصاج، وبرضه اتحمر مع البتنجان. ممكن الوصفة ديت تزودوا لها لحمة مفرومة، يعني نفس كل حاجة، بس هنعصج لحمة ونحطها معاها. بتبقى حلوة وخفيفة وجميلة. هندهن كل البتنجان، وهندهن كل الفلفل زيت، ورشه رشة ملح خفيفة كده فوق البتنجان بحيث يدبل بسرعة ويستوي في الفرن. في الفرن بقى هحطه ازاي؟ هحطه تحت الشواية، مش محتاجة اني اشغل الفرن من تحت. لو شغلته من تحت هتلاقوا ان البتنجان ده هيلزق معاكم وهيتلسع، ومش هتاخدوا اللون اللي انتوا عايزينه. انما من الشوامل فوق هتلاقوا ان الطبقة اللي فوق اتحمرت. بعد ما تلاقيها اتحمرت هتقلبيها على الناحية التانية لحد ما تاخد وش برضو، وبعدين تقلبيها على الناحية التانية. هنعمل بقى اللي هي الصلصة بتاعة المسقعة. في على البوتاجاز بقى حطيت الزيت وحطيت التوم، وبقلب التوم لحد ما لونها يصفر كده. في الوقت ده صينية البتنجان في الفرن يعني مبتاخدش كتير، بس بقى حاجة صحية، حاجة مبتتعبش، تاكلوا منها بقى زي ما انتوا عايزين من غير ما تتعبوا. الحاجة المقلية انا شايفاها ان هي كويسة، بدل ما كل مرة نقعد نقلي وكده ونتعب بعدها، انتوا طول النهار تعبانين. نعمله بالطريقة دي، يعني حتى لو مرة كل فين وفين هتبقى حلوة. هنزود بقى عصير الطماطم، هزود ملح ابيض وكمون وكزبرة، وهزود معلقتين من السكر. اللي عايز يزود شطة حمرا يزود، اللي عايز يزود خل يزود. انا عايزة الصلصة يعني يا دوب تاخد غلوة واحدة وخلاص. انا عايزة المية بتاعتها، المية بتاعتها علشان يستوي فيها البتنجان، ويا دوب خد لون في الفرن. انا عايزة بقى يعني الصوص الصلصة يبقى مليان مية، حتى لو مفهوش مية نزوده حبة مية عشان البتنجان هيستوي فيه. دي بصلاية كده انا قطعتها شرايح هحطها في قاع الصينية. عايزين تستغنوا عن الخطوة ديت براحتكم. هو اساس المسقعة التوم.
يعني عايزين تستغنوا عن البصل استغنوا. بارصه بقى في الصينية كده. هرص شرايح البتنجان بقى فوق بعض زي ما احنا شايفين كده، اتحمر ودبل، وانا قعدت اقلب فيه كام مرة عشان ساعات كل واحد طبعا عارف الفرن بتاعه على ايه. ساعات تلاقي الجنب ده استوى والجنب ده ما استواش، فاحنا بنبدل وبنقلب. او حاجة استوت قوي طبعا هنشيلها لا تتحرق. معنى كلامي ان احنا لازم ايدينا في الحاجة على طول، واحنا بنعملها، يعني ما نسيبهاش مع نفسها بقى وهي تستوي هي. لا، نخلي بالنا من الحاجة ونقلب فيها على طول. هنزود بقى الصلصة على البتنجان، وهندخله الفرن لحد ما يستوي خالص. هتقعد معاه في الفرن حوالي نص ساعة. انا عايزة الصلصة تغطي كل البتنجان عشان يستوي فيها. انا قطعت شرايح فلفل كده عشان كنت حاسة ان الفلفل فيها قليل شوية. انا بحب في المسقعة يعني قرون فلفل كتير. ودي شكلها بعد ما طلع من الفرن. اذا عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك، وكمان لو اول مرة تشوفوني اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.